مساء الفل يا ست الكل. جات لنا أسئلة كتيرة، ناس بتعاني معاناة كبيرة من نقط الصدى اللي بتيجي على الفلتر. ايه علاج الصدى ده؟ اشيله ازاي؟ اول حاجة هنشيل ده، نركنه على جنب. انا اقول لك تنضفي الفلتر من النقط الصدى اللي عليه علشان خاطر الموضوع ما يكبرش ونقط الصدى ده يزيد، فدي تنقطع، الفلتر ده ينقطع. ده غير طبعا ان الفلتر هينقطع، ان الصدى هينتشر في جميع اجزاء الغسالة وهتبقى كارثة كبيرة. نعمل ايه بقى عشان نشيل نقط الصدى من شبكة الفلتر؟ هنجيب حلة نملاها مية سخنة، وبعد كده هنحط فيه الفلتر ونحط معاه خل. نحط شوية خل مع شوية كربوناتو مع شوية سائل صابون مواعين، سائل بتاع المواعين او بلاش الصابون السائل، نحط مكانه شوية مسحوق بودر من غسالة الاطباق. مسحوق غسالة الاطباق ناخد شوية مسحوق بودر ونحطهم معاه، يبقى شوية خل، شوية كربوناتو، شوية مسحوق بودر او سائل مواعين، ونحطهم مع بعض لحد ونسيبه ده جواهم جوه الحله لحد الميه ما تبرد لوحدها. يبقى كده مثلا خد مثلا 3 4 ساعات جوه الخلطه دي، وبعد كده نطلعوه وندعك الفلتر بفرشه ناعمه او ليفه ناعمه. ندعكوه من هنا ومن جوه نفس الكلام، من هنا ومن هنا. ويفضل لما تيجي تدعكيه تحط الصباعين دول وتدعكي عشان خاطر ما تحمليش على الشبكه وتنقطع منك. صباعين جوه وتدعكي الصدى ده من هنا ومن جوه نفس الكلام. تنضفيه كويس جدا وان شاء الله هيطلع. وممكن تعملي الموضوع ده لو في بواقي فيه، تعملي الموضوع ده كل اسبوع مره لحد ما ينضف تماما. وعلشان تتفادي المشكله دي، الفلتر بيتنضف بعد كل غسله. خلصت غسلتك تقومي مطلعه الفلتر، ليفه ناعمه، شويه صابون، منضفه الدهون من هنا ومنضفاها من جوه، نص دقيقه بالظبط الفلتر بينضف، وتقومي حطها تاني. ده هتتفادي ان مش هيبقى فيه صدى، هتفادي ان مفيش اي ريحه هتبقى في الغساله، لان الريحه هتجيلك منين؟ هو ده اللي بيعمل ريحه، لان الدهون هتعمل ريحه. هو محطوط علشان خاطر الرواسب ما تجيش جوه الموتور ولا تسد الصرف، فبالتالي الدهون دي والزيوت بتتجمع عليه، فلازم يتغسل بعد كل غسله. ما تأهمليش فيه، لان مع الوقت في ناس بتقولك انا بغسله مره واحده في الاسبوع، في ناس ما بتغسلهوش وتلاقي الغساله زي الفل. هي زي الفل، بس على المدى غسالتك مش هتبقى زي الفل، غسالتك هتتم انهاكها، هتهلك، وهتيجي تشتكي زي ناس كتير بتشتكي دلوقتي. انا غسالتي كانت بتنظف، غسالتي كانت جميله، دلوقتي لا مش بتنظف زي الاول، ما بقتش زي الاول عشان انت مش ما اعتنيتيش بغسالتك. حافظي عليها علشان غسالتك تحافظ عليكي طول العمر. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، قناتي على اليوتيوب عصائر ميخا. وما تنسيش يا ست الكل وانت بتغسلي الفلتر تنضفي ده معاكي وتغسليه، لان المكان ده بيجمع رواسب، والاماكن دي والاحرف بتجمع رواسب وبتجمع بواقي اكل بتمسك فيه، انت بتبقيش شايفاها بتعمل نقط. لازم يتنضف عشان ما تعملش نقط صدى، مش بتبقي شايفاه في البدايه بس بيبان بعد كده. فالحقي المصيبه قبل ما تكبر. في ناس ده ما بيتخلعش، بيبقى راكب كده، ده بيبقى راكب في كده، مفيش مشكله، طلعيه اغسليه، طلعي اللي جوه دي واغسلي الفلتر، وبعد كده اغسلي دي وهو عادي، هو راكب فيها كده مفيش مشكله.